الا كنتي حاقد وكتقول البلاد ما عطاتني والو، بغيتك تفكر هذا السيد هذا اللي كان كيسرح الغنم واللي سميتو ما كيعرفش يكتبها، ولكن تفرقع في المغرب وطلع الطوندونس ديال المليارات اللي دازوا في تاريخ المغرب. بغيتي تستافد في هذا الفيديو وبغيتي تستافد من هذه القصه هذه، كمل معايا الفيديو حتى الاخر. شعبي رجل غني على التعريف، كنعرفو من القديم، ملي كنت باقي صغير كنسمع عليه وخدم راسو براسو ودار لاباس الحمد لله، ما كينساش الماضي ديالو. إنه رجل الأعمال والسياسي المغربي ميلود الشعبي. ميلود الشعبي بدا من التحت ديال التحت ودوز 70 عام ديال العذاب والتكرفيس والتقاتل والصبر. في العمر ديال 15 عام، الوقيته اللي خاص ميلود يكون في المدرسه كان كيسرح الغنم، ورغم ذلك تقاتل وصبر وكتب سميتو في مجلات فورست ديال المليارديرات بقدر ديال 3 مليار. سنة 1930 ميلود الشعبي غادي يحل عينيه وغادي يلقى راسو في دوار في النواحي ديال صويرة. كبر ميلود في وسط واحد العائلة الفقر ديال بصح، لدرجة العائلة ديالو عطاو اختو لواحد السيد باش انهم يعطيهم 16 راس غنم. ميلود بدا كيقول شوف على حياة عايشة وشوف على عائلة عايش معها، والدراري صحابي والدراري ديال الدوار كيمشيو للمدرسة ولا لا، ومشى للجنب بغا يتعلم شي حروف ولكن الظروف ما خلاتوش. ميلود كان كيقول شوف على حياة عايشة، عاد نكملها ونجملها ونمشي للمدرسة، من الاحسن نمشي نقلب على راسي وندبر على راسي. وهنا ميلود غادي يخدم اول خدمه اللي هي سراح ديال الغنم. تفيق مع 5 الصباح كتمشي كتسرح الغنم، كتجي حتى ل 8 ديال العشيه، نفس الروتين نفس السيستيم كل نهار. وشكون اللي قال؟ ميلود غادي تقلب ليه حياته سفا على حتى غادي يجي النهار اللي ميلود الشعبي غادي تقلب ليه حياته سفا على 180 درجه. واحد النهاريات كيف العاده ميلود خارج سارح الغنم وشاد السون مع راسو وهو يريح حتى في واحد الشجره واحد شواوي ديال النعاس، وملي غادي يضربوا الفيقه غادي يتصدم وغادي يتخلع ديال بصح، لانه لقى واحد النعجه ناقصه وعرف بلا يا اما دا ليه شي حد يا اما داز جديد من هنا. وميلود تخلع ديال بصح لانه عارف بانه اخر نهار غادي يدوز في هاد البلاصه واخر نهار غادي يدوز غادي. كان عارف با بالله راه صعيب، ولا ساق ليه الاخبار انه مشات ليه نعجه غادي يدوز عليه جحيم الكحل وما غاديش يعقل عليه. وميلود بكثرة الخوف من باه ما قدرش يتواجه معاه وخوا في البلاصه ومشى لمراكش، وهبط لمراكش بحال شي بوهالي تالف وما عارف فين غادي يمشي ولا عنده وين يمشي وما عارفش حتى فين كاين، وبقى متشرد في الزنقه. وانتم عارفين المعاناه والصعوبات والذل اللي كيعيشوه في الزنقه. وبقى ميلود كيتلاوح من بلاصه لبلاصه، وبقى ميلود في تكرفيس والمعاناه والتقاتل وجمع راس المال هو يدير بها واحد المشروع، ودار كريسه ديال مطيشه وبدا كيبيع ويشري فيها، ولكن لسوء الحظ ديالو ومن النحس ديالو ما استقلش المشروع، وقال اشنو غندير اشنو ما غندير، راه نغيرها من هنا ونمشي عند خويا للسلا. ولكن فاش كيكون الفقر والمعاناه الحب ديال العائله وديال الخوت كيتدقدق وما كيبقى عنده حتى شي معنى، ولاو المشاكل بينه وبين خوه ولا كيبيتو في الكوزينه. وميلود ما بقاش قادر على هاد المشاكل هادو، قال ارى اشنو غندير، انا نهز الساكي في كتافي ومشي للقنيطره. مشى للقنيطره ويدخل المجال ديال البني المرطوب والتكرفيس ديال بصح، وبقى ميلود كيضرب المرطو وكيهز السيما وصابر وتقاتل وبدا كيجمع الفلوس وما كيخسرش منهم بزاف. وبقى على هذا الحال حتى جمع واحد راس المال اللي محترم، وفي هذيك الوقيته كانوا الديور رخاص، وقال مع راسو علاش حتى انا ما نشريش ونبيع في العقار ونتوكل على الله ونمشي بهذاك راس المال اللي عندي. توكل على الله وبدا كيبيع ويشري حتى دار واحد راس المال اللي كبير بزاف. سنه 1948 ميلود الشعبي بغى يدير واحد المقاوله ديالو، ولكن في هذيك الوقيته كان الاستعمار في المغرب وهما يقطعوا عليه الماء والضوء. كيفاش انت زعما مغربي بغيتي دير علينا انت مقاوله مش مقاوله، رجع شد الصف مع خوت. ولكن ميلود دار بلاصتو الصحه ودار مشروع ديال الفخار، وما جات فين توصل سنه 1964 حتى ولا ميلود الشعبي ملياردير، وهو اول مغربي كيوصل لمليار دولار، وهو اول مغربي واحسن رجل اعمال داز في تاريخ المغرب. وكان سياسي وكان داير الحلاقه من الفرنسيين اللي مستعمرين للمغرب، وكان كيتعاون وكيتضامن مع الناس المناضلين المغاربه، وهذا الشيء اللي خلاه فقير يكعى عليه وما خلات حتى شي مدرسه قبل ولاد ميلود الشعبي. والناس ملي شافوا الصداع اللي نايض ما بين ميلود الشعبي وفقير قالوا للناس بانه هذه هي الضربه الاخيره ديال ميلود الشعبي وهذه هي الضربه الاخيره اللي غادي تحطوا للارض. ولكن مع واحد اللي دوز تكرفيس والعذاب في حياته والتقاتل باش انه يوصل لهذا النيفو اللي هو فيه دابا. ميلود الشعبي ما تسوقش وكمل في طريقه ودار بالله راه بحال ما كاين والو، ولكن فقير وحالات ليه هنا
ودار لي العصا في الرويضه، وداكشي اللي خلى ميلود يخبط الميطرا ويخوي المغرب كاع. ميلود شعبي قال ما يمكنش كاع هادشي اللي دوزت في حياتي وكاع العذاب اللي دوزت في حياتي ونجي حتى لهاد اللحظه هادي ونتهرس. هو يدخل المارشي ديال افريقيا، بغى يبيع ويشري في المجال ديال البنين، وهاد الشركات ديال البنين اللي بغاو يتعاملوا مع ميلود خافوا منه وما بغاوش يتعاملوا معاه. وميلود قال اشنو غندير اشنو ما غندير، غادي ندير شركه بحالهم وغادي ندير نفس المنتوجات وغادي نهرسهم في الثمن. واللي من بعد هذوك الشركات داروا فايت بسبب ميلود الشعبي. وبهذه الاستراتيجيه ميلود دار بزاف ديال الشركات واللي على راسهم البنك الشعبي. سنه 2016 ميلود الشعبي غادي يفارق الحياه وغادي يخلي الملايين ديال الدولارات للاحفاد ديالو والولاد. والعبره من هذه القصه هذه هي انه ما تخافش من اللي جاي وما تخافش من المستقبل وتوكل على الله، ولا ما عطاتك في شي بلاصه بدل القنطره تقدر تعطيك في بلاصه اخرى. سلام.